السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قرار قضائي بشأن محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب. دعونا نتعرف على التفاصيل. أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية نظر أولى جلسات قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 مليون جنيه لجلسة 19 أكتوبر المقبل. وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي في تصريح خاص إن التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكما جنائيا نهائيا ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، وذلك بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب. وكانت قضت المحكمة في وقت سابق بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10,000 جنيه تعويضا مدنيا. وأعلن الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه في وقت سابق أنه في حال صدر بحقه تعويض فإنه سيتبرع بهذه التعويضات إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.